السكر بيدخل الحمام كتير. علميا احنا لما بناكل الجسم عايز الجلوكوز علشان يدينا طاقه، الجسم خد احتياجه، الجلوكوز الباقي يروح يمشي في الدم، يروح رايح على الكلى. يروح الكلى ليه؟ لا سوري، دي الكلى لازم تبقى عارفه مين اللي طالع ومين اللي داخل. الكلى اول ما تشوف السكر تقولك يا نهاري، بتتعامل مع الجلوكوز ان هو عنصر مهم لان هو مصدر طاقه، هي دي الحاجه اللي مخليه الجسم شغال. فتروح تعمل ايه؟ تعمل له اعاده امتصاص. ده الشخص الطبيعي. طب الشخص اللي عنده سكر، لما سكر الصايم بيزيد عن 140 في الدم، قدرة الكلى على إعادة امتصاص الجلوكوز ده بتقل. بقى شايفة فيه سكريات كتير حواليها، فتروح مش عارفة تتصرف معاه ومش هتعمل له إعادة امتصاص، فتروح منزلاه في البول. السكر ينزل في البول لوحده كده؟ أبدا، ما يبقاش سكر اللي مدوخ علماء العالم كله. فروح ساحب معاه مية سنة تتملي، فحضرتك تحس بالعطش رغم انك لسه شارب من 5 دقايق، وتدخل الحمام رغم انك لسه داخل من 10 دقايق، فتروح تشرب، تكرر العملية تاني، وتلاقي مريض السكر طالع داخل على الحمام رغم انه لسه شارب ولسه داخل الحمام من 10 دقايق. قدرة الكلى على اعادة الامتصاص قلت، والسكر لما بينزل ما بينزلش لوحده، بيسحب مية معاه. انت لو بدأت تقلل نسبة السكر بتاعتك في الدم، ظبطه، هتلاقي الاعراض اللي بتظهر على مريض السكر دي كلها بتقل معاك. دخولك الحمام الكتير، معدل العطش الكتير اللي انت بتحس بيه رغم انك لسه شارب ميه. بس في ابسط من كده؟